اسمك ايه؟ محمد يوسف. انت جنسيتك ايه؟ انا جاي باكستان. من باكستان. باكستان. وايه اللي جايبك مصر؟ مصر جاي ادبر ناس. بتعمل ايه في مصر؟ ها؟ دخلت مصر امتى؟ هي دخلت مصر باقي قبل رمضان هنا. لا بعد المظاهرات. لا دخلت قبل مصر رمضان. يوم 4/7. بعد دخول تأشيرة فندم. 4/7 المفروض جواز السفر اللي سفر ان شاء الله. انا سفر جاها. انا سفر ما انا بس قلت رزقنا يسال الله. تأشيرة هي هي ما في تأشيرة. 2013 باقي دخول المنفذ البري جاي من اسلام اباد. اسلام اباد المسجد. مظبوط بعد الاحداث بعد الثوره الشعبيه. بعد ما جت الثوره بعد نجاح 30/6. هي مسجد. النهارده كنت بتعمل ايه؟ ها؟ النهارده كنت بتعمل ايه؟ بس روح هنا ما ادري تقترى وروح طياره روح. ايه اللي دخلك في المظاهرات؟ بجاء تدبر ناس انا مسكين بس بتعبر عن ايه؟ يا ابوي تدبر ناس كده شغل شوف كده ربنا تشوف ايه؟ شغل شغل ايه؟ شغل ايه في وسط هذا كده بلوك كده. مين كنت على اتصال بيه دايما هنا في القاهره ومين اللي جابك؟ انا شغل بس اساس شوف ده هنا ربنا يسعى كده بس. انا مسكين مره مسكين جاي هنا كيف جاي هنا؟ مسكين جاي تعمل ايه في مصر؟ كيف مسكين انا والله. انت بتشتغل ايه في باكستان؟ باكستان؟ بتشتغل ايه هناك في البلد؟ ما في شيء في قلم شوي بس. ما في شيء. ما في شيء. هو احنا كل ما نتكلم معاه طبعا هو بيتكلم كلام غير مظبوط ومش عايز يوضح اي حاجه خالص، بس لسه احنا هنطور المناقشه بتاعته وهنتكلم معاه اكتر ونشوف هو على اتصال بمين وجاي اصلا يعمل ايه. وهو سبب ضبطه النهارده اثناء هروب من احداث اسم الازبكيه بعد التعدي على اسم الازبكيه هناك، اتظبط تمام بمعرفتنا ومعرفه الاهالي اثناء محاولته الهروب من هناك هو و40 شخص اخر. تم ضبط في لا هو جنسيته الوحيد الباكستاني دوت، بس في ناس من العريش وفي ناس من شمال سيناء برضه، يعني في ناس من محافظات اخرى بعيده. معاهم مظبوط، معاهم هويه مصريه كلهم، هويه مصريه مظبوط. هنا جاء هنا مطار اليوم مطار وقلت تقترى انا روح ان شاء الله. قاعد هنا في مصر فين؟ ها؟ قاعد هنا في مصر فين؟ الله كلامك. بتنام فين؟ مقيم فين هنا في مصر؟ مقيم بس كده على صن. انت بقالك شهر ونص قاعد فين؟ هذا رمضان مسجد بس. بتنام في المسجد؟ مسجد ايه؟ صلاة مسجد حاجة. مسجد السلام اللي في مدينة نصر. مسجد السلام اللي في مدينة نصر. انت كنت موجود في رابعة العدوية قبل كده؟ ها؟ كنت موجود في رابعة العدوية قبل كده؟ والله كلام ما تعرف صراحة. كنت موجود في ميدان رابعة العدوية قبل كده؟ ما كنت. قيس كلامنا والله كثير. انت مش فاهم الكلام. ناخد جولة تاني ونشوف ايه اللي معانا. اه عايزين نعرف اسماء. محمد أدري. قدري. علاء أدري. نعم. ده جاي منك منين؟ أنا مصري. منين؟ من العجوزة. العجوزة؟ نعم. مقيم في العجوزة؟ طول عمري عايش في العجوزة. عايش معاه في نفسي. ايه اللي نزلكم النهارده والاشتباكات اللي حصلت مع الجيش والشرطة؟ احنا ما عملناش أي حاجة، ما لناش دخل أي حاجة بالاشتباكات يعني. نادر بيه. دول كانت بدايتهم، كانوا نازلين علينا من كوبري غمرة ساعة أحداث اسم الأزبكية. كان في بعض الهاربين من الأحداث من منزل الكوبري أثناء تعديهم على قوات الأمن وعلى اسم الأزبكية. فر بعض منهم أثناء تعامل القوات المسلحة والأمن المركزي، وقمنا بضبطهم بمنزل كوبري غمرة أثناء محاولة هروبهم من قوات الشرطة. ما اثبتوش معاهم اي اثباتات شخصيه او اي هويه مصريه؟ ما كانش فيه اي هويه معاهم. بعض منهم كان معاه التحقيق الشخصيه والبعض الاخر ما كانش معاه اي تحقيق شخصيه. واحنا يعني عاوزين بس نوضح ان احنا جبناهم زي ما هم سالمين، غير اللي هم بيعملوه فينا واللي التصويرات جايباهم يعني. انتوا قبضتوا عليهم اثناء التعدي على القوات نفسها في شارع رمسيس والعباسيه، اثناء هروبهم من احداث اسم الازبكيه. تعدي على اسم الازبكيه. تمام. وتجمعات.